لو بتشتكي ان ابنك كل ما بيروح النادي او الدروس او المدرسه او لما بيقعد مع اي حد من زمايله بيرجع لك متعلم كلام وبعض السلوكيات الغريبه اللي انت مش عارفه تتصرفي معاها، الفيديو ده ليكي واعرفي معانا ازاي ممكن تتعاملي مع ده. لو انت شايفه ان ولادك ابتدوا يتبنوا مفاهيم غريبه زي مثلا مفاهيم للحريه مغلوطه، الفاظ ممكن تتقال، سلوكيات، حدود ممكن تتهد، فانا بقيت حاسه اني مش قادره اسيطر في التربيه ومش قادره ابني عند ولادي القيم اللي انا عاوزاها، ومش راضيه عن سلوكيات كتير جدا هم بيعملوها. تبتدي تسمعي كلام زي احنا جيل وانتوا جيل، انتوا دقه قديمه، احنا بقينا مختلفين. حقيقي ان من الحاجات المهمه قوي اللي ولادنا ما يعرفوهاش ان لا الدين ولا الاخلاق ولا القيم من الحاجات اللي بتستبدل ولا بتستحدث، لكن الطريقه بتاعتك واحتوائك ليهم هو اللي ممكن يتغير. ازاي ممكن اعمل حمايه لشخصيات اولادي عشان ما يخترقوش ولا في القيم ولا في المهارات وما يبقوش تبعا للسوشيال ميديا كل اللي بينزل بنقلده؟ انت ابني ممكن ما يقلدش، ابني ممكن ما يقلدش لو انا مسبقه وبعرف كويس ابني حمايه للفكر والسلوك والعاطفه. معانا في خريطه الحمايه ورشه هنعلمك فيها ازاي تقدري تحمي اولادك من كل اللي بيتعرضوا له سواء مع الصحاب او السوشيال ميديا او كل الدوائر اللي بيتعرضوا لها من الأخطار اللي بتخلي ولادنا عايشين في مجتمعنا بقيم مجتمعات تانية. نعمل مع بعض خطة وقاية ما تخرش المية عشان تقدري تبقي قاعدة مطمنة، وابنك لوحده لما هيتعرض لأي حاجة غلط هو هيعرف يتعامل. احضري معانا ورشة خريطة الحماية وابدأي طبقي عملي واحمي أولادك صح.